السلام عليكم ورحمه الله خواتاتي، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم فيديو ديال هذا النهار وانتم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو اللي غنشارك معكم فيه جوج ديال الاقتراحات ديال هكذا الفطور ديال الصباح ديالكم بطريقه صحيه بمكونات صحيه ناجحه 100%. غادي يعجبكم بزاف. اول حاجه غنشارك معكم هي هذا المغرير بالدقيق ديال الشعير، كيجي غزال البنات، صحي وخفيف بزاف بزاف. وغنشارك معكم ان شاء الله يا ربي هذا الكريب ديال الشوفان، حتى هو صحي بمكونات طبيعيه وصحيه، غيعجبكم ويعجب من طبيعه الحال حتى وليداتكم الا كانوا عندكم وليدات صغار. ها انتم شوفوا الناس كيفاش كيجي ناجح زوين، وتبدلوا فيه وتنوعوا فيه في الفطورات ديالكم ان شاء الله يا ربي. ندوزوا للمكونات، واول حاجه غنشارك معكم هي البغرير ديال دقيقه الشعير. غنحتاج فيها البنات جوج ديال الكيسان ديال دقيق الشعير اللي غربلتهم مزيان مزيان، حيت من دقيق داك الشوائب اللي تيكونوا فيه. وهنا درت عاوتاني جوج ديال الكيسان ديال الفينو، يعني السميد الناعم. جوج الكيسان ديال الفينو، جوج الكيسان ديال الدقيق ديال الشعير، ودرت هنا معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات اولا الخميره الفوريه، شويه ديال الملحه، واحد راس معلقه ديال الملحه. وغادي ندير هنايا واحد 7 غرام ديال الخميره الحلويات اولا واحد الخماره. وغندير معلقه ديال العسل. ديروا البنات العسل طبيعي. وبالنسبه للخميره حبيبات يمكن لكم تعوضوها بالخميره البلديه الا كنتو كتستعملوها. انا ما كنديرش الخميره البلديه، ما عنديش صراحه الله البنات. غادي نحاول انني ندير الخميره البلديه من هنا الفوق، نبقى نستعملها هكذا في الوصفات ان شاء الله. نحاول نجربها، الا صدقت ليا نبقى نستعملها في الوصفات. ولا عندكم البنات شي طريقه الله يجزيكم بخير باش كتنجح لكم الخميره البلديه نصحوني بها، حيت الصراحه جربت جميع الطرق وما تينجحوا ليا كاع. قلبت هكذا في فيديوهات على يوتيوب، درت الطريقه هكذا ديال ماما، والو ما تصدق لياش الطريقه ديال الخميره البلديه. ماما تتصدق لها، والناس اللي تيوريوني تتصدق لهم، وانا ما سبحان الله ما تجينيش زوينه، تتحماضني، ما تعجبنيش، كتخسر لي. الا كتعرفوا شي طريقه اللي ناجحه كنتمنى تخليوها لي هكذا في التعاليق ديال الخميره البلديه، الطريقه ديال الخميره البلديه باش نبقى نستعملها باش يكونوا الوصفات صحيه كثر وكثر. صافي هنا البنات كيف كتشوفوا معايا هادو هما المكونات اللي درت. المكونات ديال البغرير اللي كديروا في البغرير العادي، يمكن لكم تستغناو على ديك المعلقه ديال العسل، كنديروها غير باش كيتحمر البغرير. بالخصوص انا كيعجبني هكذا البغرير يكون شويه محمر من التحت، داكشي باش كندير داك المعلقه ديال العسل. يمكن لكم تستغناو عليها الا ما بغيتوش ديروها. صافي بالنسبه للماء البنات، في الاول درت 3 ديال الكيسان ديال الماء، من بعد عاد غادي نضيف جوج ديال الكيسان اخرين اللي هما 5. يعني هذا البغرير خدا لي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، يعني جوج ديال الفينو وجوج ديال الكيسان ديال الشعير. هزوا لي 5 الكيسان ديال الماء دافيه البنات. راه في الاول درت غير 4 الكيسان ونص، حيد داك النص ليا. ودابا فاش بديت كنطحن بحال اللي لقيت الخليط شويه ثقيل هكذايا معايا، داكشي باش زدت هذا نص كاس ها هو دابا غادي نزيدو. صافي هنايا كملت 5 ديال الكيسان ديال الماء. انا قلت لكم 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، هزوا ليا 5 الكيسان ديال الماء. هكذا عطيتكم القياس اولا هذا مضبوط، باش هكذا ما يجيكمش خفيف اولا قاصح اكثر من القياس. صافي طحنتو مزيان بداك البغاباتور. يمكن لكم ديروا هكذايا في المولينيكس، ضروري طحنوا البغير ديالكم باش يجيكم ناجح وما يجيكمش فيه الحبيبات. صافي وهكذا وبديت كنطيبو كيف كتشوفوا معايا البنات. عرفتوا كيطيب دغيا دغيا، كيتحمر دغيا دغيا، ما كيشد لكمش وقت نهائيا. غادي طيبوها البنات في هاد غطيبوه في هاد المقله اللي تكون بطبيعه الحال ما كتلصقش، مقله خاصه بالبغرير. وبالنسبه للخميره خليته خمر تقريبا هكذا واحد 15 دقيقه، ماشي بزاف نهائيا. ما تخليوش حتى يتبجباج لكم بالخميره البنات، غير يرتاح شويه، غير يرتاح. راه طيبوه يمكن لكم طيبوه واخا ما يختمرش كاع. انا غير حيت دايره فيه داك شويه ديال الخميره او داك المعلقه صغيره ديال الخميره، كنبغي يخليه يخمر باش هكذا يجيني خفيف وصافي كتر وكتر. اما راه كيجيكم ناجح واخا حتى كنتي اختي مزروبه به ولا عندك ضياف ولا بغيتي تفطري به، ولا يمكن لك ديريه بلا اختمار، كيجي غزال. صافي هنا بديت البنات كنطيبو نار متوسطه من طبيعه الحال. وعرفتوا البنات كيجي خفيف، كيجي غزال غزال غزال. ما تصوروش معايا نتوما دغيا، غير كنحطو دغيا دغيا تيطيب. كيتحمر مزيان، كيجي خفيف خفيف. الا جربتوا هذا البغرير ديال الشعير والله حتى غتستغناو على داك الليمون فين كديروا داك ديال الفرص العادي اللي كنا كنديرو كاملين. كيجي البنات هذا خفيف بزاف بحال الريشه، لا هو لا ديال الدقيق الكامل. عرفتوا البنات هذا البغرير الصحي انا فاش جربته انا شحال هادي كنت كنتخلع منه. كنت كنقول زعما ما زوينش ويجي ثقيل ولا يجي مدقص ولا ما ينجح لياش. ولكن عرفتو كيجي غزال وكينجح بسهوله. راه فايت لي شاركت معكم البغرير ديال الدقيق الكامل حتى هو جاني غزال وبمكونات اللي بسيطه. ودابا عاوتاني شاركت معكم هذا ديال الدقيق ديال الشعير. جربوه غيعجبكم بزاف، حتى وليداتكم ما غيديو ما غيجيبوا، يجيب لهم الله عادي زعما بحال البغرير اللي مولفين تياكلوا عادي ديال الدقيق الابيض. غيعجبكم هذا البنات بزاف بزاف. ومن طبيعه الحال زوين وصحي ويتماشى لكم مع النظام الغذائي الصحي اللي راه حنا غاديين معاه. وهنا البنات شوفوا داك البغريره الصغيره درت هذيك البنت، المهم درتها باش زينت بها التفصيل. هذيك
هذيك ديال بنتي ضروري. قال لي في الاول كنسيب بها المقله واش راه سخونه، واش هي زعما واش يمكن لي نبدا نطيب البغرير. ايوا صافي عاد كنبدا ندير هذا البغرير الكبير. جاني هاد الطبيسيل اختي منوع مشكل، وداك الكميه ديال الدقيق خرجت ليا هاد الكميه عاوتاني ديال البغرير مشبع زوين، وكتعطيكم داك الكميه ديال الدقيق كتعطي كميه كبيره ديال البغرير. صافي ودابا غادي ندوز معكم عاوتاني الوصفه الثانيه اللي هي كريب ديال الشوفان والبنان. كيجي غزال حتى هو ناجح، نبدلو فيه في الفطورات ديالنا باش هكا ما نبقاوش كل مره نديرو نفس الحاجه في الفطور. بالنسبه للمكونات، كاس ديال الشوفان، والكاس اللي عبرنا به الشوفان انا عبرو به الماء، كاس ديال الماء. يمكن لكم تعوضوا داك الكاس ديال الماء بالكاس ديال الحليب. عندي هنا واحد البنانه اللي قطعتها طريفات باش هكذا ما دغيا تطحن معايا. بواحد البيضه، شويه د الملحه، نسمت انا بالقرفه، يمكن لكم تنسموا نتوما بالفاني او اي حاجه كتعجبكم تنسموا بها، وواحد البيضه. وهادو هما المكونات اللي عندي. من بعد ما طحنتهم هذا هو القوام اللي كيجيو فيه. خليوهم البنات فاش طحنوهم خليوهم هكا واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق، حيت شوفوا راكم كتعرفوا كيشرب السوائل. باش الا تشرب لكم السوائل وجاكم عاوتاني ثقيل الخليط، زيدوا واحد 2 المعالق ولا 3 المعالق ديال الماء، وعاوتاني خلطوا مزيان مزيان عاد باش تبداو طيبوه في مقله اللي بطبيعه الحال سخونه. ومقله اللي ما تكونش كتلصق ديال البغرير. خديت شويه ديال الزيت غير شويه بشويه هكذا دهنته باش ما يلصقوا لياش. ولان البنات هذا الكريب صراحه راه كيجي حساس، يعني باش ما ديروا بالكم معاه باش ما يضيع لكمش. هانتوما شوفوا حاولوا عليه بزاف بزاف فاش بغيتو تقلبوه. راني حاولت عليه انا باش هكذا جاني ناجح، حيت راه كتعرفوا الحاجه فاش ما كيكونش فيها الدقيق الابيض، فاش كيكون عفوا فيها الدقيق الابيض دغيا دغيا كتجيكم سهله. ولكن الحاجه اللي كتكون بطريقه صحيه كيكون الشوفان ولا كتكون حساسه. داكشي باش حاولوا فاش نتوما كطيبوها غير بشويه قلبوها هكا وهكا، وحاولوا على الجنيبات باش تجيكم الشكل ديالها هو هذاك. ولكن انا اللي غنقول لك انه كيجي الليد ناجح. غير هو من الاحسن تكون عندكم مقله اللي زوينه، انا كنوصيكم وما كتلصقش. وفاش تبغيو تقلبوا حاولوا غير بشويه عليه، دخلوا داك السباتولا من التحت وقلبوا غير بشويه، نار متوسطه البنات. وانا كيعجبني نحمروا هكذا. بغيتو تخليوه غير مذهب خليوه صافي، وكنقلبوا خليوه يطيب مزيان مزيان باش ما يجيكمش معجن من الداخل. صافي هذا هو الوجه ديالو كيفاش كيجي البنات محمر حتى هو. وبنفس الطريقه غادي نمشي مع هذا الكريب كامل. كندهن المقيله ديالي وكندير الكريب وكنخليه يطيب. وكيف قلت لكم ردوا معاه البال، لان عندنا فيهم داك المعلقه ديال العسل، داكشي باش كيتحمروا دغيا دغيا ردوا معاهم البال. وواحد الحاجه ما ديروش البنات داك المعلقه ديال العسل الا تصنتوا عليا، لان الا بغيتوا تزينوا الكريب ديالكم بالشوكولاط اولا بشي حاجه غادي يجيكم عاوتاني حلو الكريب ديالكم بزاف. داكشي باش ديروه طبيعي بلا داك السكر بلا عفوا العسل، المعلقه ديال العسل غير حيدوها خليوه غير هكاك بديك المكونات والحلاوه ديال البنان راها كافيه ما شاء الله. كيجي حلو ولذيذ زوين. هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيجي. راه البنات كيجي خفيف وكيجي زوين وكيجي طايب وبنين. والله العظيم الا فيه واحد البنه رائعه. ديك المذاق ديال القرفه مع البنان مع الشوفان كيتواتاو كيعطيونا واحد لوكو غزال غزال. جربوهم ليكم لوليداتكم بطبيعه الحال. اي حاجه درتوها نتوما وصحيه جربوا تدخلوها لوليداتكم باش يولفوا حتى هما على الاكل الصحي. هادو هما الوصفات اللي شاركت معكم هذا النهار. نتمنى نالوا اعجابكم. خليوا لي لايك. بسلامه.